ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طاسة سجق بقى يا جماعة النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا ان شاء الله، مع شوية عيش بلدي سخن وجرجير وترشي وشوية طحينة. بجد هتاخدك لعالم تاني، حلوة جدا جدا وبطريقة سهلة جدا ان شاء الله. المكونات هنا الخضار يا جماعة، كمية على حسب الرغبة. عندي هنا فلفل اخضر رومي مقطع طرنشات، ممكن كمان ازود فلفل حار لو حابين. عندي هنا طماطم مقطعاها مكعبات، عندي بصل كمان مقطعاه جوانح، عندي معلقة كبيرة من الصلصة وثلاث فصوص ثوم مهروسين. وكمان عندي هنا السجق، نص كيلو سجق. نجيب يا جماعة سجق من عند واحد جزار مضمون، واكون ضامنة ان الحاجة بتاعته نظيفة، واللحمة اللي حاشيها السجق حلوة برضو نظيفة، والتتبيلة بتاعته حلوة، عشان ده هيفرق معايا في النتيجة بتاعت السجق. مقطعة سجق زي ما انتم شايفين هنا، قطع صغيرة. ممكن نسيبه كامل برضو، بس انا بحب اقطعه كده لانه بيبقى اسهل بكتير جدا في الاكل. هنبدأ على طول بالوصفة. عندي هنا طاسة سخنة جدا حطها على النار، محطتش اي مادة دهنية لان السجق بيبقى فيه اصلا دهون، فانا ما حطيتش هنا اي زيت ولا اي حاجة. الطاسة سخنة وهبدأ ان انا اشوح السجق على طول علشان ياخد معايا لون اهو زي ما انتم شايفين. هنا اول ما بحط على طول واقلب الريحة بتفحفح بقى. السجق لو حلو فعلا الريحة بتاعته هتبقى جميلة جدا. اول ما بدأ ان هو ياخد لون كله كده، حطيت معايا هنا البصل وهقلب كويس. النار هنا هتكون وسط، بعد ما كانت عالية شوية والسجق خد صدمة، خففها شوية هتكون وسط. حطيت البصل وهقلب شوية لحد ما البصل يبدأ يدبل معايا. هنزل بقى هنا بالطماطم، الفلفل، حط المكونات كلها يا جماعة، الطماطم مع الفلفل مع الصلصة مع الثوم، كله مع بعض. بعد ما حطيت البصل الاول لوحده ودبل، حطيت كل المكونات وهقلب زي ما انتم شايفين. شكلها بجد مشهي جدا. الخضار اصلا بيدي لون للطبق وبيدي طعم وكمان بيدي قيمة غذائية عالية جدا. هنتكلم النهاردة عن القيمة الغذائية الالياف بالتفصيل ان شاء الله. هنقلب السجق على نار متوسطة، وهنا بقى هندوق. هنشوف بقى الملح بتاع السجق والتوابل، لان هو اصلا بيبقى محطوط له. انا حطيت ان هو ناقص شويه ملح، حطيت ملح وكمون وفلفل اسود وشويه بابريكا. ممكن برضو كمان نحط شطه، ما بحط الشطه لان عندي اطفال، بس انتوا ممكن طبعا تحطوا شطه عادي براحتكم زي ما انتوا عايزين. وطيت النار هنا وغطيتها، سبتها تتسبك وتستوي، وما خدتش بجد يا جماعه ربع ساعه وكانت جاهزه مع شويه بقى ايه التحبيشه اللي احنا عاملينها دي النهارده. أكلة حرشة تحفة تحفة تحفة. اتفضلوا معانا يا جماعة. هنعمل بقى هنا ساندوتش بالعيش البلدي السخن بتاعنا الطازة التحفة ده. نجيب بقى نص رغيف واحط بقى الأول الطحينة. توصل الطحينة يا جماعة. السجق بقى هنا، شوية جرجير بقى كمان في الساندوتش. زود سجق. وبألف هنا وشفا يا جماعة. أتمنى بجد الوصفة تجربوها، وأنا متأكدة فعلا إنها هتعجبكم. ويلا بينا بقى على الجزء العلمي من الفيديو. أول مرة تشوفني، أنا دكتور سارة عبد العاطي، ودي أول قناة طبخ عربية بتقدم محتوى علمي سهل وشيق ومفيد لكل أفراد الأسرة عموما وللأم خصوصا. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن التغذية الصحيحة لمرضى السكر، اتكلمنا كمان عن أساسيات التغذية الصحيحة للأطفال وإزاي أدخل بدايل بطرق ممتعة والطفل يتقبلها بكل سهولة. اتكلمنا كمان عن الفرق بين الكركم والكاري والقيمة الغذائية جبارة للكركم وازاي ادخل منه حصة يومية تفيد جسمي. اتكلمنا كمان عن حساسية الطعام وازاي ممكن توصل للوفاة. اتكلمنا كمان عن 8 نصايح مهمين جدا لمواجهة نزلات البرد. كمان في فيديوهاتنا هتلاقوا كمية كبيرة جدا من المعلومات عن العناصر الغذائية استخدمناها في وصفاتنا. كل ده واكتر هتلاقوها عندي على القناة. لايك وسبسكرايب للقناة عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين.
اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن التغذية الصحيحة للجسم، بدأنا مع بعض 7 عناصر أساسيين لابد من توفرهم لغذاء صحي متوازن. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن 3 عناصر مهمين جدا اللي هم الكربوهيدرات والبروتين والدهون. النهارده هنتكلم عن رابع عنصر معايا لازم يتوفر في وجبة صحية متوازنة، وغيابه ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا جدا زي الامساك، زي سوء الهضم والتهابات في الجهاز الهضمي. ممكن كمان غياب الالياف يا جماعة يسبب سمنة، ممكن كمان يزود اعراض القولون العصبي. هنتكلم النهارده بالتفصيل عن ايه هي الالياف اولا مبدئيا، كمان ايه انواعها. هنتكلم كمان عن القيمة الغذائية الجبارة للألياف وازاي هي فعلا مفيدة جدا للجسم. هنتكلم كمان عن الحصة اليومية المفروض أتناولها من الألياف، وازاي أدخل أكبر قدر ممكن من الألياف في النظام الغذائي بتاعي. مبدئيا كده الألياف هي جزء من الأطعمة النباتية، يعني هي منتجات نباتية بتتوفر في الفواكه والخضروات والحبوب والبقوليات كمان. هتصدم لو قلتلك ان الالياف من العناصر الغذائيه اللي الجسم مش بيكون قادر ان هو يهضمها او يمتصها. بتدخل باكلها، توصل للمعده، الامعاء، القولون، وتخرج من الجسم. وازاي بقى انا هستفاد منها طالما انا مش همتصها ولا ههضمها؟ قبل ما اجاوب على السؤال ده يا جماعه الاول لازم نعرف ايه هي انواع الالياف. الالياف عباره عن نوعين: الياف قابله للذوبان، والالياف ديت بتدوب في الجسم وبتديني مادة لزجة كده شبه الجل، زي الشوفان والبسلة والفول والحمضيات. تاني نوع الألياف الغير قابلة للذوبان، وديت في منها أنواع زي الدقيق القمح الكامل، زي النخالة، زي المكسرات، زي الفاصوليا والذرة والبطاطس. بعد ما اتكلمنا عن انواع هنتكلم بقى عن القيمة الغذائية وازاي الالياف ديت مفيدة للجسم. مبدئيا الالياف لان وجودها كتلة كده في الجسم من غير ما تتهضم ده بيخليها بتساعد على حركة الامعاء المنتظمة، كمان بتخفف الامساك لان الالياف دي بتساعد على امتصاص اكبر كمية ممكنة من المية، وده بيخلي البراز اكثر ليونة واسهل في الاخراج. عندي كمان تاني حاجة مهمة جدا، الألياف بتساعد خصوصا الألياف الذائبة بتساعد على خفض الكوليسترول الضار في الدم اللي هو ال LDL، وبالتالي هيحافظ طبعا على صحة القلب وهيحافظ على خفض ضغط الدم. تالت حاجة مهمة جدا، تناول وجبة غنية بالألياف بيساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، لأن الجهاز الهضمي لما بيكون الوجبة فيها كمية ألياف كبيرة بيهضمها ببطء، وده طبعا هيساعد على إنه سكر الدم مش بيرتفع بسرعة بعد تناول الوجبة. كمان رابع حاجة عندي الألياف بتساعد على التحكم في الوزن، لأن طبعا هي بتتهضم زي ما قلنا بصورة بطيئة، فهتساعد على الشبع فترات أطول، وده هيخليني ما احسش بالجوع فترات كبيرة. خامس حاجة معايا كمان الألياف بتساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء وسرطان القولون، لأن الألياف غير قابلة للذوبان بتساعد على انتقال الطعام بسرعة من الأمعاء، ولو في مواد سيئة أو ضارة في الأكل ده بتخرج بسرعة بالجسم، فطبعا مش هتأثر على الأمعاء أو على القولون. طيب ناكل قد ايه الياف في اليوم؟ الحصة اليومية للشخص العادي المفروض تكون من 25 ل 35 جرام من الالياف. طيب لو انا مش باكل كمية الياف مناسبة وحابب ان انا ادخل الالياف في النظام الغذائي بتاعي، هقولك على كام خطوة مهمين جدا جدا لازم تاخد بالك منهم. مبدئيا لازم ندخل الالياف بالتدريج علشان الجهاز الهضمي ما يحصلوش صدمة من كمية الالياف الكبيرة اللي داخله مرة واحدة، يبقى ابدا بكميات صغيرة واكتر مع الوقت. كمان حاجة مهمة جدا لازم ازود كمية المية اللي انا بشربها لما بتناول الالياف كتير، لان زي ما قلنا الالياف بتساعد على امتصاص المية من الجهاز الهضمي، يبقى انا اشرب كمية مية كبيرة عشان اساعد الالياف على انها تشتغل وتديني نتيجة افضل. ايه بقى الحاجات اللي موجود فيها الياف بكمية كبيرة وادخلها في النظام الغذائي بتاعي؟ البقوليات مصدر مهم جدا وممتاز للالياف، الفواكه والخضروات الفريش ما اعملهاش عصير عشان استفاد باكبر كميه من الالياف، الفشار كمان فيه كميه كبيره من الالياف لانه يصنف من الحبوب الكامله بس احط له كميه صغيره من الدهون. ممكن وانا بعمل اي مخبوزات اضيف لها دقيق الشوفان، اضيف لها كمان دقيق الحبه الكامله. كمان يا جماعه واخيرا البرغل والشعير فيهم كميه كبيره من الالياف. وبكده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى المعلومات اللي بقولها في الفيديو تكون بتعجب حضراتكم وبتستفادوا منها. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، دمتم في رعاية الله وامنه. الى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.